السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وسيله كيتشن. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكيكه كتجي زوينه ولذيذه بزاف اللي كنصايبوها بالكاكاو والمر والنسكافيه. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، انكم تبارطاجيو الوصفه مع صحابكم. بحال ديما ما تنساوش ديروا لي جيم لا فيديو الا عجبتكم، وتشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات ديالي. فنبداو على بركه الله. في المقادير غادي نحتاجوا 4 ديال البيضات، 100 غرام ديال السكر سنيده، فانيا وحده، 100 مليلتر ديال الزيت، 2 المعالق كبار ديال الكاكاو والمر، معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان اللي كندوبوها في شويه ديال الماء. الدقيق انا عندي هنايا 200 غرام، في الاخير نقول لكم شحال غادي تهز ليا. كذلك غادي نحتاجوا 14 غرام ديال الخميره الكيماويه الخاصه بالحلويات. نبداو على بركه الله. في اول مرحله كنطلعوا البيض مزيان مع السكر سنيده والفاني، وبس هاد الملح بطبيعه الحال ما كنستغناوش عليها. ومن بعد كنزيدوا الزيت ونزيدوا المقادير الاخرى. خليكم معايا. بسم الله. المرحله هذه هي ان البيض كيطلع مزيان، كنزيدوا عليه النسكافيه، الزيت. دابا غادي نزيدوا عليه الكاكاو اللي غادي نغربلوه. واخا كيكون مزيان فغادي نغربلوه. فكنأكد ان الكاكاو هنايا المستعمل فهو الكاكاو المر، ماشي الكاكاو اللي كنديروه في الحليب، يعني كيكون فيه سكر، وانما لا. الا في حاله ما اذا استعملتوا هذاك فغادي تنقصوا الكميه ديال السكر اللي راكم مستعملينها. يدوي فقط. غادي نكملوا بقيه الاضافات ديال الدقيق. فالان ملي كنتحصلوا على هذه النتيجه هذه بحال هكا فكنضيفوا الخميره. ما كنساوش نشعلوا الفران يسخن مزيان باش بحال ندخلوا الكيك. بعد ما كننتهيو من التخلاط ديال الكيك ديالنا، فانا بالنسبه ليا خدا ليا 150 غرام ديال الدقيق. نتوما على حسب الحجم ديال البيض اللي استعملتوه. دابا غادي ناخذ مول اللي القطر ديالو 28 اولا 26 دائري، وغادي نديرو فيه اللي كنفرشوا ليه الفيلم بابي سولفيغيزي اولا كندهنوه
بالزبده اولا الزيت ونرشوا عليه الدقيق. فدابا غادي نكبوا فيه الكيك ديالنا ونديروه يطيب في الفرن اللي هو سخون من قبل مزيان على عافيه متوسطه، ونتلاقاو باش نقدموه ونزينوه. هذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو ديالنا ديال هذا النهار. فبعد ما طاب في الفران خرجته خليته برد شويه. انا بالنسبه لي خدا مني تقريبا 30 دقيقه. فزينت لكم على هذا الشكل، درت ليه شويه ديال الشوكولا فيرميسيل نوار مع الجناب، من بعد بطبيعه الحال ما دهنته بالناباج، حكيت عليه شويه ديال الشوكولا بلون، وزينته بشويه ديال السوريز اللي هو سوريز كونفي. فكنتمنى ان الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، انكم ديروا لي جيم لا فيديو، ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. فكنتمنى لكم فرجه ممتعه لبقيه الفيديوهات، ونقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو مقبل ان شاء الله.